عارف ان انا طالع متأخر، ولكن كان عندي مشاوير كتير فاعذروني كده، قلت اطلع متأخر احسن باخد اجازة، فاهمين؟ سواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الهستيريانز في كل مكان، وحشتوني جدا، واهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب الهستيري. ويا لها من حلقة، يا لها من حلقة مليئة بالاخبار اللي قلت ما ينفعش الواحد ما يطلعش هو عنده الاخبار دي كلها، ازاي يعني؟ فيلا بينا نعمل لايك على الحلقه دي نوصل بيها باذن المولى عز وجل لكام؟ لاكبر عدد من اللايكات. انت وذوقك، كل مش مشترك في القناه اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ولينك الانستجرام عندك فوق الكومنت اعمل لي فولو. صلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم اغفر لابي وارحمه يا رب العالمين، وارحم جميع موتانا اجمعين، وانصر اخواننا في فلسطين، واجعل مصرنا امنه مطمئنه دائما وابدا يا قادر على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك اللي ما بيتعلمش من اول مره ممكن يتعلم من تاني مره. طب اللي ما بيتعلمش من تاني مره فاكيد هيتعلم من تالت مره. فواحد يقول لي طب واللي ما بيتعلمش من تالت مره؟ اقول لك لا، ده انا مش هتعامل معاه اصلا، مش هوجه له كلام، مش هتكلم معاه، مش هقعد كده افتح معاه حوار والكلام يبقى رايح جاي، لان ده راجل خلاص دماغه مش شغاله. طيب اسمع، اللي ما اتعلمش من اول مره ومن تاني مره ومن تالت مره فعيب، ولازم يتعلم من رابع مره. في رابع مره دي لازم يتعلم بقى، يعني خلاص الرابعه ما فيهاش. الناس تقول لك التالته تابته، طب حصلت التالته اخلي الرابعه تحصل؟ اسمع بقى، ولو هتحصل تحصل بمزاجي. ازاي؟ حسام عبد المجيد نجم دفاع الفارس الابيض ومدافع منتخبنا الوطني عايز يحترف. اقفل بقى القصه دي كده وما تتكلمش معايا في اي موضوع تاني. تجديد مش تجديد، تعديل عقد مش تعديل عقد، انا جاي لك بكل التفاصيل. حسام عبد المجيد عايز يمشي. حسام عبد المجيد، واحد يقول لي ثواني ما فاضل في عقده سنتين، اقول لك حلو قوي، لاعب فاضل في عقده سنتين، من حق استفيد بيه في السنتين دول ويطلع اقصى ما عنده. لكن خلال السنتين دول وهو موجود في السنتين دول انا بجس نبضه. ايه ده انت سخن، انت في ايه مالك؟ إيه؟ عايز تمشي؟ عايز امشي. طيب ايه رايك نعدل لك عقدك زي ما اتقال له وتستمر مع النادي؟ لا، انا حلمي الاحتراف، نقطه. حلمك الاحتراف وعايز تحترف، هات لي عقد بالمبلغ اللي انا اشترطه، بالمبلغ اللي انا ارتضيه. جبت لي العقد ده، اتفضل. ما اقعدش احسبها حسبه اصله هيروح الاهلي. يا قوم حسبتها الحسبه دي مع امام وراح الاهلي. يا قوم حسبتها الحسبه دي مع بن شرقي وراح الاهلي. يا قوم حسبتها الحسبه دي مع زيزو وخرج من عندي على الاهلي. 3 مرات، 3 لعيبه كانوا عندي، منهم لعيب خرج 6 شهور ورجع على الاهلي، منهم لعيب تاني لم يكن في الحسبان انه يروح الاهلي بس دايما كان جماهير الاهلي عينها عليه اللي هو بن شرقي، منهم لعيب تالت ده لم يكن متوقع تماما انه يروح الاهلي ولكن راح الاهلي. استفيد بقى. النية موجودة يا حسام للتجديد؟ حسب اللي وصلني مفيش اي نية من قبل حسام عبد المجيد لتجديد عقده مع نادي الزمالك. نقطة. طب مفيش نية، خلاص يا حسام هات العروض المقدمة اليك. حسام مقدم له عروض من مين؟ حسام جاي له عروض من الدوري الروسي زي ما قلت لك قبل كده، من سيسكا موسكو، دخل أندية من دولتين كمان، من هولندا، وخد بقى الجميلة دي، ومن بلجيكا. من بلجيكا بيقول لك أحد أندية الدوري اللي هي في منتصف الجدول، ومن هولندا لم أتعرف أو لم أستطع التعرف على اسم النادي. يعني سيسكا موسكو في الدوري الروسي نادي معروف، أحد أندية الدوري أو أحد أندية المنتصف في الدوري البلجيكي ماشي، الدوري الهولندي لسه ما نعرفش مين. نادي الزمالك اشترط، سيبك من $1.5 دي ما فيهاش، ما حدش قالها. الناس اللي بتقول $1.5 ده ما حصلش يا جماعه. الزمالك اشترط الحصول على مبلغ $4 مليون حسب الكلام اللي وصلني من اجل الاستغناء عن حسام عبد المجيد. طيب العروض اللي جايه لحسام من الانديه دي لم ترتقي الى نصف هذا المبلغ. يعني احنا طالبين 4 مليون ما جالناش في حسام 2، انا عايز في حسام 4.
ما جاليش فيه 2، هعمل ايه دلوقتي؟ الوضع ايه؟ الوضع ان خليك معايا احسن بقى، ما انا مش هسيبك ب1.5 مليون ولا ب2 مليون دولار، ساعتها يبقى انا بخسر النادي فعلا. انت فاضل في عقدك 2 سنين، خليك قاعد معايا لعل وعسى السنه الجايه يحصل حاجه، مستواك يرتفع، نادي يكلمنا في فلوس اعلى شويه. فواحد يقول لي انا شامم ريحه الاهلي، لا انت لو قلت انا شامم ريحه الاهلي في الموضوع يبقى انت راجل لا تفطن لامور كثيره جدا. كده كده الاهلي عايز حسام عبد المجيد، وحسام عبد المجيد دلوقتي بيخطط الانتقال للنادي الاهلي. يطلع بقى الراجل يعمل عكس اللي انا بقوله ويجدد وانا اعتذر له. حسام عبد المجيد في خطط النادي الاهلي، وفي تواصل غير رسمي مع حسام عبد المجيد من قبل بعض المسؤولين في النادي الاهلي، واللاعب ابدى موافقه. صعب ينتقل دايركت، اولا لان فاضل في عقده 2 سنين، ثانيا الاهلي مش هيشتريه مننا. طيب قدامه حل الاحتراف، حلو، احترف بالرقم اللي انا عايزه. طب ما جاش الرقم اللي انا عايزه، اقعد معايا السنه الجايه، هيبقى فاضل في عقدك سنه، ساعتها هطلعك بقى باللي يجي فيك. ما احنا مش هنفضل ماسكين يا جماعه في اللعيبه وفي الاخر نخسر ما ناخدش منهم جنيه، لا اللي يجي في حسام لو فاضل في عقده سنه يطلع بيه. ده ملخص القصه يا جماعه، لان انا مش هقدر امنع لعيب عايز يروح الاهلي من انه يروح الاهلي، ولا الاهلي هيقدر يمنع لعيب انه يروح الزمالك وهو عايز يروح الزمالك. مش اللي عايزه اللعيب هيحصل. واحد يقول لك جمده، يا عم سيبك من شغل جمده بقى، هو فرخه، سيبك من شغل جمده وممده وهمده. المهم يعني خليني اقول لك انه الصحف الامريكيه زي ما كلمتك امبارح واتكلمت ان خط هجوم النادي الاهلي يجب التحذير منه لفريق انتر ميامي، اتكلموا النهارده على 3 لعيبه بعينهم في النادي الاهلي. مين هم ال3 لعيبه دول؟ واحد يقول لي امام عاشور وبن شرقي وديانج، اقول لك لا ولا واحد من دول. مفاجاه صح؟ 3 لعيبه هم محمود حسن تريزيجيه، محمد بن رمضان، احمد سيد زيزو. الصحف الامريكيه ابرزت ان ال3 لعيبه دول هيكونوا موجودين اساسيين وانا موافق الصحف الامريكيه، لان ال3 لعيبه دول سواء كان تريزيجيه او زيزو، انا بقولها لك من دلوقتي، وانتظر حلقه توقعات ما قبل المباراه على احر من الجمر. بس انا بقول لك من دلوقتي زيزو شمال، زيزو يمين، تريزيجيه شمال، زيزو يمين، تريزيجيه شمال، وبن رمضان هيكون موجود في نص الملعب اساسيا. اهدى معايا بقى. فالصحف الامريكيه شددت على خطوره هؤلاء ال3 لعيبه. ولما اجي اكلمك على نقطه تانية زي قائمه انتر ميامي اللي نزلت النهارده اللي كانت مدججه بالاساطير، مدججه بالاساطير، بتتكلم على لويس سواريز، بتتكلم على ليونيل ميسي، بتتكلم على سيرجيو بوسكيتس، بتتكلم على جوردي ألبا، بتتكلم على لعيبه تقايل كاسماء. واحد يقول لي يعني ما فيش كاداء، اقول لك ميسي زاجوت على الواقف، سواريز بيعض، جوردي ألبا بياخد توريسيكل، بيطلب توريسيكل من ورا، بوسكيتس في 2 بيسندوه وهو ماشي بالكوره. اذا دول ال4 لعيبه اللي انا عرفتهم في تشكيله انتر ميامي. قد اكون جاهل ببعض اللاعبين بس انا ما اعرفش بقيه اللعيبه، انا قريت الاسامي كلها بس ما عرفتش الا دول، اتفرجت لهم على ملخصات. يا جماعه فرقه عاديه قوي، يا جماعه ركزوا في اللي انا جاي اقوله ده، لا اقلل من انتر ميامي لان هم بيملكوا اساطير في تشكيلتهم، لكن اسمع مني الجمله دي، الاهلي فرصته الوحيده للصعود لدور ال16 الفوز على انتر ميامي. الفوز على انتر ميامي، اذا لم يستطع الاهلي الفوز على انتر ميامي هتبقى فرصته للصعود لدور ال16 30%. طب فاز، بقت فرصته للصعود لدور ال16 70%. لان الاهلي هيتكلم مع بالميراس، هيبدا في كلام في ارض الملعب رايحه جايه. الماتش الساعه 12 الظهر بتوقيت امريكا، الماتش الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. الفرقتين لعبوا مع بعض قبل كده، لعيبه بالميراس لو تسمع تصريحاتهم هتشوف احترام شديد جدا للنادي الاهلي، لعبوا معاهم مرتين، الاهلي خرجهم مره وهم خرجوا الاهلي مره. بتتكلم على فرقه نازله عامله حساب للاهلي، لما انتر ميامي نازلين احنا عندنا ميسي وعندنا سواريز وعندنا جوردي ألبا، ودي الفرقه اللي الاهلي يكسبها. افتكر الكلام ده عشان الكلام ده مهم وهنحتاجه. اذا فاز الاهلي على انتر ميامي اتوقع صعود النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا لدور ال16. طب ما حصلش والاهلي تعادل، فيها وعليها، لان بورتو صعب، بورتو البرتغالي صعب. طيب تعالى اقول لك انه عندهم خط دفاع كارثي، ده هنتكلم فيه برضو اثناء
فيديو التوقعات، لكن خلينا اديك هنت كده. خط دفاع انتر ميامي كارثه، كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ما عندهمش خط دفاع، شبه ما عندهمش خط دفاع. تريزيجيه هياكل عليهم عيش، وسام ابو علي هياكل عليهم عيش، بن رمضان امام زيزو هياكلوا عليهم عيش. اسمع مني الكلام ده عشان هنحتاجه. طيب بن ملانجو الزمالك في اطار البحث عن مهاجم يحل محل سيف الدين الجزيري اللي بنسبه كبيره جدا هنقول له باي باي وشكرا على الفتره اللي انت قضيتها مع الفارس الابيض. اتعرض عليه اكتر من اسم، قلت لك امبارح 2 اجانب، محمد علي بن حموده، وقلت لك مزيزي. الامور قد تتعطل في مزيزي بعض الشيء، فالزمالك انتقل الى بن ملانجو وبقى فاتح اتصالات مع اكتر من مهاجم. بن ملانجو لا يخفى على احد، بن ملانجو سجل في شباكنا في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 في البطوله المشؤومه، بطوله نهائي القرن، بطوله القاضيه. افتتح التسجيل وبعدين رحنا ساسي تعادل واديناهم سيل من الاهداف، ساسي ثم مصطفى محمد هدفين، وانتهت المباراه 3-1 بعدما كانت انتهت هناك في المغرب بهدف مقابل هدف. كان احرز الهدف ده بن شرقي بالراس. طيب الوضع ايه دلوقتي يا ستيري؟ لا ده احنا كنا كسبنا هناك في المغرب، كنا كسبنا 1-0 تقريبا، لان الاهلي كان ساعتها كسب برضه هناك الوداد تقريبا على ما اتذكر يعني. فواحد يقول لي طب الوضع ايه دلوقتي يا ستيري؟ اقول لك الوضع ان قطر القطري النادي اللي كان بيلعب فيه بن ملانجو استغنى عنه، مش استغنى عنه لوحده، استغنى عنه هو وكوكبه من اللاعبين، هو بيرسيتا وعبد القادر، لعيبه كمان من الارجنتين ولاعيب من فنزويلا وما اعرفش ايه. فبقول لعيبه فري يحق لاي نادي ان هو يتفاوض معاهم. فاحد اهم طلبات الزمالك بن ملانجو، مهاجم قوي قناص نعرفه جميعا لما كان بيلعب مع الرجاء المغربي، بقول لك مسجل في شباكنا هدف بشماله، يعني حاجه كده كانت خبطت في عبد الله جمعه تقريبا ودخل الجول. اتمنى ننجز قصه بن ملانجو لان احنا محتاجين مهاجم بالبروفايل ده وبالشراسه دي. طيب دفاع الاهلي، دفاع الاهلي او خليني اكلمك الاول في وسام ابو علي. وسام ابو علي وصل امريكا بسلامه الله تعالى بعدما انهى مباراته امام عمان التي انتهت بسيناريو دراماتيكي. فلسطين كانت خلاص قاب قوسين او ادنى من انها تروح تلعب الملحق بتاع كاس العالم، ولكن عمان جابت ضربه جزاء في الثواني الاخيره. وسام ابو علي وصل بعض الارهاق، بعض النفسيه المتاثره من الخروج من تصفيات كاس العالم وانتهاء حلم الفدائيين بالوصول لكاس العالم، ولكن اللعيبه هتخرجوا من الحاله دي. السؤال هل ريبيرو عنده النيه يلعب وسام؟ وسام لو هو شايفه جاهز بنسبه 100% هيلعب. خد السر ده، ريبيرو يفضل وسام ابو علي عن جراديشار، مش بيقول ان جراديشار وحش، لكن شايف ان وسام ابو علي يخدم الاستراتيجي بتاعته والشراسه الهجوميه اللي هو بيعتمد عليها طول الوقت بشكل اكبر. يعني وسام ابو علي يخدم امكانيات ريبيرو عن جراديشار، زائد ان الراجل شايف ان جراديشار 9.5 او شاد سترايكر مش مهاجم صريح. فوسام بنسبه كبيره هيكون اساسي اذا كان جاهزا بنسبه 100%. طيب الدفاع، ثنائي الدفاع. بالمناسبه الاهلي فعل عقد شراء مصطفى العش من نادي زد خلاص بقيمه 75 مليون جنيه تقريبا. اذا اصبح مصطفى العش لاعبا في النادي الاهلي رسميا، لاعب بقى خلاص، مش معار ولا بعد كاس العالم هيرجع زد ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده. مصطفى العش مدافع في النادي الاهلي. واحد يقول لي بس انت قلت ان مصطفى العش مش هيبدا ماتش انتر ميامي، وما زلت بقول ده. هل الكلام ده معناه ان مصطفى العش سيخرج من حسابات ريبيرو مدى الحياه؟ لا، بايده ان هو يرجع ثقه الراجل فيه تاني. لكن الدفاع او الثنائي الدفاع الاقرب انه يكون موجود في ماتش الاهلي وانتر ميامي احمد رمضان بيكهام اللي استحوذ على تفكير الراجل وعقله، واشرف داري المغربي. ياسر ابراهيم يجي بعد اشرف داري، رابع مدافع في حسابات ريبيرو في التوقيت الحالي هو مصطفى العش. اذا احنا بنتكلم على ثنائي بنسبه 90% هنشوفه في ماتش انتر ميامي، اشرف داري رامي ربيعه. رامي ربيعه مين؟ رامي ربيعه راح العين الاماراتي. اشرف داري اشرف داري واحمد رمضان بيكهام. اخواتي وحبايبي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى الحلقه تكون عجبتكم. عجبتك الحلقه لا تبخل باللايك، نوصل مع بعض بالحلقه دي لاكبر عدد من اللايكات انت وذوقك. ومش مشترك في القناه اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ولينك الانستجرام عندك فولو كومنت اعمل لي فولو، وانتظروني غدا في حلقه ناريه باذن الله تعالى فلا تفوتوها. سلام عليكم.